مجرد ان انا مش قادره اتحكم في المثانه، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا مش قادره اتحكم اصلا في حياتي، انا اصلا ماليش دور في حياتي، دوري يا دوبك مؤدي، مش قادره احميها، مش قادره احط لها حدود، مش قادره اتخلص من اثار الصدمات اللي جوايا، من التحرشات اللي جات لي، من النظرات اللي تعبتني، من الاختراقات اللي كانت بتوصلني. مش قادره اقول كفايه، مش قادره اقول تعبت، مش قادره اقول انف. فبيجي ساعتها خطه للعلاج للسلس البولي. الخطه دي طبعا ما بنقدرش نتجاهل فيها الشق الطبي، لازم نرجع اول حاجه للشق الطبي. الشق الطبي لو في مشكله بناخد لها علاج. هل بيكون التحسن سريع؟ لا، هو بيكون التحسن في جزء من البطء شويه. ليه؟ لان المشكله مش مجرد عضويه بس، هي ليها شق نفسي كمان. ولو اكتشفنا ان المشكله ملهاش شق عضوي، يبقى كده هي نفسيه بحته 100%. نرجع بقى لجزء التأهيل. جزء التأهيل ده بيكون فيه تمارين جسدية بيبدأ بيها إن نقرب من نفسنا بشكل أعمق ونشوف عضلة الحوض ليه مش قادرة تتحكم، شلت إيه، جسمي شال إيه كتير من صدمات. وبيجي ساعتها الخطوة الثالثة، وهو العلاج النفسي اللي بيكون موجه للصدمات والمواقف اللي أنا مريت بيها. البرنامج كامل بيوصلني ان ببدا الجسم نفسه بيتخلص من اثار الصدمات دي اللي ما قدرتش اتحكم فيها. بقدر اقول كفايه، بقدر اقول تعبت. انا اللي بسيطر على حدود حياتي، انا اللي ببقى موجوده بعمل الكنترول عليها. وبيبدا بعدها عضله الحوض تستجيب معايا، وتبدا جسمي يستجيب لي تاني، ويبدا يعمل كنترول، ويبدا السلس البولي ما يكونش موجود، وانا اللي اتحكم في حياتي. أنا نهى الحلو، معالج نفسي جسدي، ودي حلقة من حلقات اسمع جسمك قبل ما يبدأ يصرخ.